السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكلمكم إن شاء الله النهاردة عن زراعة علف البونوكام، وهنعرف معاكم ميعاد زراعته، هنعرف مميزاته وفوائده للمواشي، وكمان طريقة زراعته إزاي نزرعه. بس الأول ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك. البونوكام عبارة عن نبات نجيلي معمر بيقعد في الأرض من 7 ل10 سنين. البونوكام يشبه علف الفيل والضراوة، ولكن البونوكام بيتفوق عليهم في عدد الحشات ونسبة البروتين وصفاته الوراثية والإنتاجية بتاعته بتكون عالية. بيتزرع من بداية شهر 3 حتى منتصف شهر 10، وخلال الفترة دي تقدر تزرع علف البونوكام سواء هتزرع شتلات أو هتزرع بذور، ولكن الأفضل زراعة البونوكام عن طريق الشتلات. أول حشة للبونوكام بتكون بعد 30 يوم من الزراعة، وبعد كده الحشات التالية بتكون كل 25 يوم تاخد حش. وطول الحش المناسب بيكون من 80 لحد 120 سنتي، لأن نسبة البروتين في الطول ده بتكون أعلى ما يمكن، وبتوصل ل14% في العلف الأخضر و22% في العلف الجاف. البونوكام نقدر نستخدمه كسلاج، ونستخدمه كبديل للذرة الشامية، وكمان نقدر نحشه أخضر ونأكله للمواشي والأغنام. الحيوانات بتقبل على البونوكام وبتاكله بسرعة، لأن المذاق بتاعه مناسب مش مر، وبيكون خالي من الأشواك، وخاصة للصنف MG12. تقدر تحش البونوكام وتنشفه وتكبسه في بلات وتبيعه جاف أو تبيعه أخضر، وسرعة بيعه بتكون مرتفعة، وفي عدد كبير من المزارع بتطلب تشتريه. البونوكام يصلح للزراعة في الأراضي مرتفعة الملوحة والأراضي القاحلة والأراضي الجديدة، ونقدر نزرع فيها البونوكام، والنمو بتاعه بيكون طبيعي وبيكون جيد فيه. وبالنسبة للي عايز يعرف معلومات أكتر عن البونوكام وحابب يزرع علف البونوكام، يسأل في التعليقات وإن شاء الله أقدر أفيده. الجراد بيحتاج ل5 صواني شتلة، الصينية موجود فيها 209 شتلة، يعني الفدان ال24 جراد بياخد 120 صينية. أي شخص بيربي مواشي أو عاوز يعمل مشروع إنتاج حيواني، أفضل حل يسهل عليه في التكاليف هو زراعة علف البونوكام. وفدان البونوكام ممكن ينتج لحد 140 طن في السنة، وده كمادة خضراء تحتوي على رطوبة من 75 ل 80%، يعني ينتج تقريبا 28 طن دريس مجفف. والبرسيم البلدي ممكن ينتج 10 طن للفدان في الحشة، يعني لو 6 حشات هينتج تقريبا 60 طن مادة خضراء. مميزات البونوكام إنه بيتحمل درجات الحرارة العالية، وكمان مقاوم للجفاف ومقاوم للحشرات والآفات، لأن ورقته خشنة وصلبة بتقاوم الحشرات والآفات. والبونوكام يعطي نمو خضري سريع. آخر حاجة هنتكلم فيها وهي عيوب البونوكام. في شهور الشتاء بيكون نمو البونوكام بطيء جدا، وبعد السنة الأولى بيظهر أشواك صغيرة بتكون في الأوراق، لو الحيوان متعود عليها فبيفضل مقبل عليه عادي. وكمان ما تقدرش تعتمد عليه لوحده بسبب فقره في النشويات، ولكن بيكون غني في البروتين. وكمان نقدر نستخدمه كسلاج، ولكن سلاج الذرة أفضل من سلاج البونوكام، لأن سلاج الذرة بيكون فيه نشويات عالية ولكن بيكون فقير في البروتين.